بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا النهارده. بعد الحلقه دي مستحيل تيجي تعملي الكحك بعد كده وما يظبطش معاكي، لان هقولك على كل الحاجات اللي ممكن تقابلك وانت بتعمليه، مع انك بتعملي نفس المقادير بالظبط بس ما بيطلعش مظبوط معاكي. هقولك النهارده ليه ما بيطلعش مظبوط معاكي. بس في البدايه حبيت اوريكي، شايفه الكحكايه دايبه وجميله ازاي، والحشوة دايبة في كل الكحكاية. والله والله الحمد لله بفضل الله يا رب، ولا كحكاية عندي طلعت أي حشو من جواها. الحشوة دايبة في كل الكحكاية وما فيش أي حاجة منها طلعت. في البداية هنا نجهز الحشوة الأول. عندي هنا ملبن وعجوة، لازم تكون نوعيتهم نظيفة جدا يا جماعة. الملبن حطيت عليه معلقتين سمسم، والعجوة معلقتين سمسم. الملبن حطيت عليه برضو معلقتين اسمه ايه ده، فول سوداني مجروشين. وحطيت بقى معلقتين سمنه كده. الاول حطيت روح جوز الهند. روح جوز الهند بتخلي ريحه ال- الملبن جميله جدا. وبعد كده بحته سمنه بلدي وابدا اعجن فيها كده والمها، بتديني ميكس حلو جدا. بعد كده هنا العجوه كنت حطيت بدل ما احط قرفه حطيت نص معلقه صغيره من القهوه، بتديها مزازه وطعم حلو جدا جدا. مش قادره اقول لكم قد ايه انا بحبه جدا يعني بصراحه. بعد كده بالرغم من ان العجوه عندي مش عايزه اقول لكم طريه قد ايه، بس لازم تكون طريه اكتر واكتر. شويه ميه مغليين كده وحطيت على ايدي حاجه بسيطه وقمت عجناها بالشكل ده. طيب، لو العجوة عندنا ناشفة يبقى لازم تتحط على النار وعليها شوية مية وتغطي، وتسيب النار هادية جدا لغاية ما العجوة تبقى دايبة وسايحة زي الملبن كده في ايدك. وعايز اقول لكم ان معلقتين السمسم اللي انا بحطهم بيخلوا طعم العجوه حلو جدا. وحتى معلقتين السمسم والفول السوداني وروح جوز الهند اللي انا بحطهم على الملبن بيخلوه تحفه. بعد كده بنكورهم بالشكل اللي احنا شفناه علشان يساعدنا. طبعا انا شغاله انا لوحدي مفيش حد بيساعدني، ففي الحالة دي بجهزهم بالشكل ده علشان وانا قاعدة شغالة على طول بعد ما بعجن ما بياخدش في ايدي اي وقت الحمد لله. عندي هنا الدقيق انا شغاله على كيلو ونص. النص كيلو بيبقى 4 كوبايات، فانا حطيت الكيلو كامل ومستخدمه دقيق متعدد الاغراض. حطيت هنا معلقتين لبن بودر بيخلوا طعمه حلو جدا واللون موحد. وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر. وفي كوبايه كده في جنب، هي ما كانتش ظاهره في الشاشه معلش، كنت بحط معلقه كبيره من الخميرة الفورية وعليها نص كوباية لبن ومعلقة كبيرة من السكر، ودوبتهم وسبتهم على جنب. وحطيت في الدقيق ذرة من الملح. السمنة بقى أنا كنت بسيبها على النار تسخن. بصي بقى علشان تظبطي السمنة بتاعتك، لكل نص كيلو كوباية من الكوبايات المج العادية من السمنة. يعني الكيلو ونص انا حطيت 3 كوبايات من السمنة. بعد كده ببدأ ان انا ابسهم بالشكل ده. طيب، هل السمنة دي كفاية؟ هي لغاية دلوقتي كفاية، بس فيه نوع دقيق بيختلف عن التاني. في دقيق بيحتاج سمنة زيادة شوية، وفيه دقيق يعني بيحتاج هو الكيلو ليه كوبايتين. طيب انا بعد كده زودت حوالي ربع كوباية سمنة، يعني بالظبط الكيلو ونص اللي انا استخدمتهم حطيت 3 كوبايات من السمنة وربع، 3 كوبايات وربع. ببدأ ان انا بسهم. مرحلة البس دي مهمة جدا يا جماعة. بعد ما بستهم بين كفوف ايديا كده، ال ال الكوباية اللي كنت حاطة فيها الدقيق، قصدي اللبن والخميرة والسكر، حطيتهم عليهم. وبعد كده بدأت ان انا اعجن وابدأ ازود شوية بشوية، ابدأ ازود مية شوية بشوية لغاية ما العجينة تلم في ايدي وتبقى، يعني بصوا وانا بختبرها كده زي ما كنت بوريكم. انا بعمل بيها المنقاش كده، طالما مش مكسره معايا، طالما مش ناشفه طريه وحلوه المنقاش، مش عامل اي حاجه مش مظبوطه فيها، يبقى هي كده مظبوطه جدا معايا. وابدا ان انا اشتغل فيها.
بس أنا بعد ما عجنتها خلاص والدنيا تمام، أبدأ أجيب بقى ريحة الموز. ريحة الموز أنا جبتها، يعني معلش هو الصوت سابق الصورة، بس أنا باحاول على قد ما أقدر ما أطولش عليكم الفيديو. بعد ما عجنتها بابدأ أجيب ريحة الموز وبين على كفة إيدي كده وأرش عليها. ريحة الموز دي بقى بتخليها جميلة جدا. سيبك من ريحة الكحك، ريحة الكحك بصراحة أنا شخصيا مش بحب ريحة الكحك. بحس إن بتخلي ريحة الكحكاية دمها تقيل. هي طبعا ترجع لكل واحدة عن التانية، بس أنا بحب في الكحك ريحة الموز. ريحة الموز بتخليه حلو جدا. ريحة الموز في عجينة الكحكاية نفسها، وروح جوز الهند موجود في العجمية نفسها. مش عايزة اقول لكم بقى الميكس ده بيبقى ريحة وطعم عاملين ازاي. نيجي بقى للحشوة. علشان الحشوة تبقى مظبوطة معاكي وما تطلعش منها، بصوا، انت بتجيبي حتة العجينة كده بتفرديها على ايدك، وبتحطي الحشوية المدورة اللي انتي كنتي مدوراها. هل بتفرديها؟ لا، ما تفرديهاش، سيبيها مدورة زي ما هي. الحشوة طالما طرية معاكي، سواء الملبن او العجوة، علشان كده بقول لكم دايما هاتي نوعية نظيفة، نوعية تبقى طرية جدا. علشان لو هي ناشفة هت يعني هتبقى مخرزة كده جوه العجينة وهتبان منها. لكن طول ما هي طرية، أول ما بتحطها جوه العجينة بتدوب معاها، وبتبقى بهذا الشكل اللي احنا شايفينه، بتفرد جوه العجينة وما بتبقاش طالعة من مكان عن التاني. طيب بعد ما بحط الحشوة جوه العجينة، بصي أنا بلفها حوالين إيدي لفتين اتنين، ما تلفيش أكتر من كده. لو لفيتي أكتر من كده هتلاقي العجينة بتلف وبتروح في جنب عن التاني، لكن هما لفتين اتنين بيخلوها مظبوطة في النص بس. بعد كده بقى بتجيبي المنقاش، وزي ما انت شفتيني كده اللي هو فنني زي ما انت عايزة. درجة حرارة الفرن بتبقى 170، بتشغلي من تحت بس، وبعد كده بتبدأي ان انت تشغلي الشواية، وبيطلع لك احلى كحك ممكن تاكليه في حياتك. يعني بصي، للأمانة امشي بس بنفس الخطوات اللي أنا قلتها، وإن شاء الله هيطلع مظبوط معاكي. ولو وصلت معايا لغاية هنا، أتمنى إن أنت ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك في القناة لو أنت مش مشتركة. وشكرا جدا لمتابعتكم.